السلام عليكم ورحمة الله. في عادة سيئة متكررة في بعض المساجد، إن هم بيبقى في الكرسي الوراني أو الكراسي الورانية ديًا اللي هم بيبقوا في آخر المسجد دُولًا، بيبقى في ناس كتيرة جدًا، جدًا يعني قاعدة. سيبك بقى من العدد أو الكم أو الكيف أو الكلام ده كله، سيبك منه، ده مش موضوعنا. موضوعنا بقى هنا في الناس اللي هم بيبقوا قاعدين وبيبقوا جايبين في سيرة الناس، برضه ده مش موضوعنا، ده ليهم هم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. تيجي بقى للنقطة اللي إحنا بنتكلّم فيها، اللي هو إيه بقى، علو الصوت في المسجد. في ناس بتصلّي، في ناس بتقرأ قرآن، في ناس بتعبد ربنا. أمّا أنت بقى، فأنت بتجيب في سيرة الناس وصوتك عالي وغيرك مش مركّز في حي الصلاة، على فدي حاجة. الحاجة التانية بقى إن ده بيت ربنا سبحانه وتعالى وأمور دنيوية، وإنّك أنت تجيب في سيرة الناس ديًّا حاجة يعني غير مسموح بها في المسجد إطلاقًا. يعني ده وزره أو وزرك عند ربنا سبحانه وتعالى، تُجازى بيه عند ربنا. لكن في مثل بيقول لك إيه، أنت حُر ما لم تضُر. تضُر في إيه بقى؟ إن غيرك بيصلّي داخل يعني بيصلّي وبيذكر ربنا في المسجد وعايز مكان هادي، فأنت داخل بقى إيه، صوتك عالي، فهو مش مركّز في الصلاة. مش عارف يعني يستريّح في الصلاة، مش عارف ياخُد الهدوء التام والراحة التامة في المسجد، اللي هو أصلًا كل واحد قاعد بينافس التاني في العبادة، ده بيصلّي، ده بيسبّح، ده بيستغفر، ده بيقرأ قرآن، الكلام ده كلّه. لكن أنت بتنافس في إيه بقى، بتنافس في إنّك أنت بتجيب في سيرة الناس وصوتك عالي والكلام ده كلّه. أنت حُر ما لم تضُر. فدي من العادات السيئة اللي هي بقت موجودة عند ناس كتيرة جدًا، جدًا، من الناس الكبار أو الصغيّرين أو الشباب أو الكلام ده كلّه. أنا ما باحدّدش حد على وجه الخصوص، ده على وجه العموم. لكن العادة السيئة ديًّا إحنا ما بقيناش واخدين بالنا منها، فيا ريت تاخدوا بالكم منها وتخلّوا بالكم إن ده دار للعبادة، مسجد ده بيت الله، للعبادة فقط لا غير. سلام.